بمناسبة دخول الشتاء عايزين نعرف لو جالنا برد ناخد ايه، عشان ما اروحش اجيب علاج من هنا او علاج من هنا وفي الاخر مش هيجيب معايا النتيجة. عايزين نلخص ونعرف نتعامل معاه ازاي. دور البرد عندي بيتقسم لحاجتين، يا اما عدوى فيروسية فيرال انفكشن، يا اما عدوى بكتيرية بكتيريال انفكشن. يبقى اي حد يجيله دور برد يبقى هو عدوى من الاتنين دول. طب ازاي اقدر افرق ما بين العدوى الفيروسية والعدوى البكتيرية؟ عن طريق 3 حاجات. اول حاجة اقدر افرق ما بينهم الرشح والتهاب الحلق، كده كده بيجوا في الاتنين، بس ارتفاع درجة الحرارة هي اللي بتفرق ما بينهم. البكتيريا بيبقى درجة الحرارة بتاعتها فوق ال 38 ومهما اديله خافض حرارة ما بينزلش، انما العدوى الفيروسية بيبقى في رينج ال 37 37 ونص، ولما بديله خافض حرارة بينزل، وكمان كام ساعة بيطلع تاني فبديله خافض حرارة وبينزل. تاني حاجة الميوكس او المخاط. في العدوى الفيروسية هتلاقي المخاط لونه ابيض عادي، انما في العدوى البكتيرية هتلاقي المخاط ليه لون، سواء بقى اصفر سواء اخضر كده، وده دليل على وجود البكتيريا في مجرى التنفس يعني. تالت حاجة المدة، ودي اقدر احدد من خلالها. العدوى الفيروسية هي المفروض بتتراوح بين 3 4 ايام، والعدوى البكتيرية لو قعدت فوق الاسبوع او فوق الاسبوع ونص يبقى انت كده عندك عدوى بكتيرية اكيد. طب ازاي اقدر اعالجهم؟ العدوى الفيروسية ملهاش علاج، العدوى الفيروسية انا بعالج الاعراض بتاعتها، انما التغلب على الفيروس نفسه لا، ده بيبقى جهاز المناعي بتاع الجسم هو اللي بيتغلب على الفيروس. يعني انا مثلا لو جالي ارتفاع في درجة الحرارة بديله خافض حرارة، لو عندي مثلا رشح بديله حاجة تقلل الشعرات الدموية اللي هي موجودة في الأنف فما يجيلوش رشح. الكلام ده كده أنا بعالج الأعراض، وفي نفس الوقت ممكن العدوى الفيروسية تقلب عدوى بكتيرية. العدوى البكتيرية بقى بديلها على طول أنتي بايوتيك، ودي حاجة رئيسية عشان تعالج. المضاد الحيوي بيعالج البكتيريا مش بيعالج الفيروس. يعني انت لو عندك عدوى فيروسية وخدت مضاد حيوي ولا أي حاجة، انت كده بتهمد الجهاز المناعي أكتر، بس كده.